السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ معكم مس حنان الشحات. هنشرح النهاردة جزء جديد في التاريخ في الفصل الثاني اللي هو يعد اهم فصل في التاريخ واللي مبني عليه كل الفصول بتاعة التاريخ. لو انا فهمت الفصل الثاني كويس جدا يبقى انا اكن التاريخ كله معايا. الشرح بتاعنا شرح مبسط وشرح سهل. هنشرح من كتاب المدرسة لان كتاب المدرسة هو الكتاب اللي انا هاخده معايا في الامتحان، ولازم اعرف انا اقدر اجيب الاجابة منه ازاي. تابعوني في الفيديو دوت هعرفكم ازاي نجيب الاجابة من كتاب المدرسة. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. زي ما قلنا شرح مبسط وشرح لطيف وهتستفيدوا كتير جدا. في البداية نشوف محمد علي قبل ما تستقر ليه امور الحكم كان عليه ان هو يتخلص من منافسيه. مين منافسين محمد علي؟ المماليك والانجليز والعثمانيين، وطبعا هيتنكر للزعامة الشعبية عشان ينفرد تماما بالحكم. محمد علي بدأ يفكر ازاي هيتخلص من المماليك. اول مواجهة واجهت محمد علي كانوا المماليك حبوا يتخلصوا من محمد علي فواجهوه مواجهة عسكرية. يبقى لما يجي يقول لي بداية المواجهة التي وقعت بين محمد علي والمماليك عسكرية سياسية ودية إدارية، أقول له على طول مهاجمة أو بداية عسكرية، لأن المماليك هاجموا محمد علي في القاهرة والجيزة، لكن محمد علي اتمكن من صد هجمات المماليك وطردهم لحد الصعيد، يعني وصلهم إلى جنوب مصر. ده بالنسبة للمماليك. مماليك كده خرجوا من القاهرة ودهم الصعيد، في الاخر خالص هيتفرغ ويقضي عليهم تماما في مذبحة القلعة. بعد المماليك المواجهة التانية جت من بريطانيا. بريطانيا شافت ان محمد علي بيهدد مصالحها الاقتصادية، يبقى ارادت بريطانيا خلع محمد علي من مصر لأسباب اقتصادية في المقام الأول. فبدأت بطلب ودي من السلطان العثماني. راحت للسلطان العثماني وقالت له يا سلطان شيل محمد علي من مصر ويولي محمد بيك الألفي اللي هو موالي للإنجليز، وطبعا الحليف بتاع الإنجليز اللي موجود في مصر. يبقى هنا في تقارب وفي اتفاق ما بين الانجليز وما بين المماليك. الدليل ان محمد بيك الألفي اللي هو احد زعماء المماليك كان موالي لبريطانيا. طب هل بريطانيا اصرت على محمد بيك الألفي بالتحديد؟ لا، قالت له المهم انك تشيل محمد علي، تحط محمد بيك الألفي، تحط اي ولي مكانه مش مشكلة، المهم محمد علي يتشال. نجحت بريطانيا في إقناع السلطان العثماني بنقل محمد علي إلى ولاية سالونيك. هل محمد علي اتنقل؟ لا، ما اتنقلش. السلطان العثماني بس أصدر فرمان سنة 1806 بنقل محمد علي إلى ولاية سالونيك وتعيين موسى باشا. جه موسى باشا بالفرمان يقول لمحمد علي سلمني مصر وروح انت على ولاية سالونيك. يجي الزعامة الشعبية تقف جنب محمد علي للمرة التانية. مرة عينته والي على مصر، والمرة التانية تدخلت وأقنعت السلطان العثماني بتثبيت محمد علي واليا على مصر. يبقى بريطانيا نجحت في إقناع السلطان العثماني بنقل محمد علي، لكن فشلت في نقل محمد علي بالفعل، لأن الزعامة الشعبية وقفت بجانب محمد علي وأقنعت السلطان العثماني بتثبيت محمد علي واليا على مصر. يبقى صح ولا غلط؟ نجحت بريطانيا في إقناع السلطان العثماني بنقل محمد علي من مصر؟ صح. نقل السلطان العثماني محمد علي من مصر إلى سالونيك؟ غلط. ليه؟ لأن الزعامة الشعبية تدخلت وأقنعت السلطان العثماني بتثبيت محمد علي واليا على مصر. ما النتائج المترتبة؟ يجي يقول لي في الاختيارات تدهورت العلاقة بين بريطانيا والسلطان العثماني بسبب الزعامة الشعبية، بسبب رفض محمد علي النقل إلى ولاية سالونيكا، بسبب تعيين موسى باشا واليا على مصر، ولا بسبب عدم نقل محمد علي إلى ولاية سالونيك. يبقى هو دوت السبب، عدم نقل محمد علي إلى ولاية سالونيك.
يبقى تثبيت محمد علي وليا على مصر أدى إلى تدهور العلاقة بين بريطانيا والسلطان العثماني. فبريطانيا قالت هي كده كده بقى إيه العلاقة بيني وبين السلطان العثماني تدهورت، نزيدها تدهور ونبعت حملة عسكرية تستولى على مصر. الحملة دي حملة فريزر. فريزر ده قائد إنجليزي جه على رأس حملة بحرية للاستيلاء على مصر. الكلام ده سنة كام؟ سنة 1807 فريزر جه عشان يستولى على مصر. جه على اسكندرية أهالي رشيد والحماد بتخطيط من عمر مكرم، سابوا اسكندرية لفريزر، ففريزر استولى على اسكندرية بالكامل وتقهقر وهم الأهالي عسكروا في رشيد وفي الحماد. يجي فريزر لقى الدنيا فاضية قدامه، مشي وصل لحد رشيد ولحد الحماد، هناك لقى الأهالي مستنيينه. يبقى مين اللي قاتل ومين اللي صد حملة فريزر؟ الأهالي المصريين. أهالي إيه؟ أهالي رشيد والحماد. طب بريطانيا ما عرفتش بالكلام ده، ما عرفتش إن المصريين بيتربصوا لهم، لا، لأن الحليف بتاعها كان مات قبل وصول الحملة إلا بشهرين. مين الحليف بتاعها؟ ما ننساش محمد بك الألفي. انقطعت أخبار مصر عن بريطانيا لأسباب طبيعية ولا أسباب سياسية ولا أسباب اقتصادية ولا أسباب اجتماعية؟ أسباب طبيعية. ليه؟ لأن الموت ده طبيعة من عند ربنا سبحانه وتعالى. مات محمد بك الألفي فانقطعت أخبار مصر عن بريطانيا، فجت وهي ما تعرفش اي حاجة عن مصر. طب محمد علي فين في الوقت ده؟ محمد علي في الصعيد بيطارد المماليك، يعني في الجنوب، والحملة جاية فين؟ جاية في الشمال. يبقى مين اللي هيقاتل الحملة، محمد علي ولا الأهالي؟ الأهالي طبعا، أهالي رشيد والحماد. وقع عبء النضال والمقاومة، مقاومة حملة فريزر على المصريين. طب مين اللي خطط لهم المقاومة دي؟ اللي خطط لهم للمقاومة عمر مكرم، وده هيضر عمر مكرم بعد كده زي ما هنشوف. يبقى هنا المصريين قاموا الحملة، ومش بس كده، ده هزموها وأسروا بعض الإنجليز وقتلوا البعض الآخر، فرجع الإنجليز بسرعة عشان يحتموا بالإسكندرية. في الوقت ده جاي محمد علي بعد ما قضى على المماليك وبعد ما انتصر عليهم، رجع من الصعيد للإسكندرية عشان يخرج منها الإنجليز. راح لقى ان الأهالي مخلصين القصة ومنتصرين على الإنجليز، وان فريزر كمان بيطلب من محمد علي الصلح. وجد فريزر ألا مفر من الصلح والجلاء. طب هيجلي ليه؟ مقابل الإفراج عن الأسرى. محمد علي ما عملش أي حاجة في مواجهة حملة فريزر غير إنه مضى على الصلح مع فريزر، وخدت الحملة بعضها ومشيت بعد ما خدت الأسرى اللي كانوا واخدهم المصريين أهالي رشيد والحماد. ودخل اسكندرية محمد علي ظافرا ومنتصرا على حساب مين؟ على حساب الشعب اللي هم أهالي رشيد والحماد. نشوف بعد كده بعد ما تخلص من حملة فريزر قصاده مين؟ قصاده الزعامة الشعبية. الزعامة الشعبية متمثلة في الراجل ده. مين الراجل ده؟ السيد عمر مكرم. محمد علي قال إن الزعامة الشعبية فرضت عليه قيود أثناء توليه للحكم، فبدأ يخاف خصوصا من السيد عمر مكرم. ليه عمر مكرم بالذات؟ ما أنا لسه قايلة إن عمر مكرم هو اللي خطط لأهالي رشيد وحماد عشان يقاوموا حملة فريزر. فمكانة عمر مكرم زادت وارتفعت في نفوس المصريين ونفوس الناس، فبدأ محمد علي يخاف من مكانة عمر مكرم دي. لكن الظروف الطبيعية تاني مرة تحكم محمد علي وتخدمه. خدمته ازاي؟ نتيجة الأزمة الاقتصادية اللي تعرضت لها مصر أثناء انخفاض فيضان النيل في أغسطس 1808. محمد علي حب ان هو ينفرد بالحكم دون وصاية شعبية. وصاية شعبية من مين؟ من عمر مكرم. فبدأ يترقب، يستنى الوقت المناسب عشان يتخلص من السيد عمر مكرم. واكتر حاجة ساعدت محمد علي ان هو يتخلص من عمر مكرم انقسام القيادات الشعبية. سياسة فرق تسد. يعني ايه مس فرق تسد دي؟
يعني لما انقسم القيادات الشعبية بقى محمد علي هو سيد الموقف، أصبح الموقف تحت سيطرته بسبب انقسام القيادات الشعبية على تقدير مكانة عمر مكرم نفسه، وطبعا مكانته اللي بيتمتع بيها بين الناس. فأخذ الناس اللي بينافسوا عمر مكرم وبيكرهوه، طبعا طول ما انت ناجح هتلاقي ناس بتكرهك، عمر مكرم في ناس بيكرهوه عايزين ياخدوا مكانه، فبدأوا يدسوا له عند محمد علي. محمد علي طبعا ينتهز الفرصة دي ويزود من انقسام الزعامات الشعبية عشان يتخلص تماما من عمر مكرم. يبقى تخلص محمد علي من عمر مكرم ازاي؟ بسبب الفرقة والانقسامات. الانقسام والفرقة دايما ينتج عنهم الفشل، اما الاتحاد فينتج عنه النجاح والقوة. وقعت الأزمة الاقتصادية نتيجة انخفاض فيضان النيل، وبدأت الأحوال الاقتصادية تسوء في مصر والحكومة ترفع الضرائب، فالناس احتجوا عند مين؟ عند العلماء. فالعلماء طلبوا محمد علي يخفف الأزمة عن طريق عدم تحصيل الضرائب. في نفس الوقت العلماء دولت في منهم ملتزمين، يعني بيجمعوا ضرائب من الناس. محمد علي خفف الضرائب عن العلماء ومرضاش يخففها عن الناس. ليه؟ عشان يحط العلماء في أزمة مع الناس، يقول لهم إن أنا خففت الضرائب عن العلماء الملتزمين اهو، المفروض إن العلماء دولت يخففوا الضرائب على الناس. لما العلماء ما خففوش الضرائب حطوهم في مأزق مع الناس، فبدأت مكانة العلماء تهتز لدى الناس، وكل ده في صالح محمد علي إن هو يتخلص من الزعامة الشعبية. بدأ محمد علي ياخد قرارات إن هو يزود الضرائب ويزود كمان حقوق الملكية للدولة عشان ينفرد ويسيطر على الحكم. مفروض إن السيد عمر مكرم يمضي على قرارات محمد علي طبقا لشروط تولية محمد علي اللي هم قالوا له أن تحكم بالعدل وألا تبرم أمرا إلا بموافقة الزعامة الشعبية. عمر مكرم رفض إن هو يوافق على قرارات محمد علي، ورفض أصلا التباحث أو التحدث مع محمد علي. في نفس الوقت انتهزت العناصر اللي بتكره عمر مكرم والمنافسة لعمر مكرم الفرصة، وخلت محمد علي ينفي عمر مكرم. أول حاجة عزله من نقابة الأشراف، وبعدين نفاه لدمياط. يعني إيه منفى؟ يعني تتحدد إقامته في المكان ده ما يتحركش منه. بكده محمد علي تخلص من الزعامة الشعبية تماما. طب ولا مين مكان عمر مكرم؟ ولا الشيخ محمد السادات. مين الشيخ محمد السادات؟ أحد العلماء في الأزهر، كان أداة طيعة. يعني إيه أداة طيعة؟ يعني بيسمع كلام محمد علي في كل حاجة. محمد علي يقول له روح يمين يروح يمين، روح شمال يجي شمال على طول السيد محمد السادات. بكده اتخلص محمد علي من الزعامة الشعبية، وما بقاش باقي قدامه غير المماليك. فخاف ان المماليك ينتهزوا فرصة غياب ان هو طالع رايح على الحجاز يقضي على الحركة الوهابية زي ما السلطان العثماني طلب منه. فجمع المماليك كلهم وقال لهم تعالوا، ده انا عامل احتفال في القلعة بمناسبة خروج الجيش المصري بقيادة ابن طوسن. وخلي بالي من الاسماء كويس قوي، والاسم موجود فين عشان اقدر اطلعه من الكتاب. ابن طوسن ده كان رايح لقيادة الحملة للحجاز. بعد انتهاء الاحتفال حصروا المماليك وقتلوا جميع المماليك اللي موجودين في القلعة إلا من استطاع الفرار، وده عدد قليل جدا. هيفروا يروحوا فين؟ هيروحوا للسودان زي ما احنا هنشوف بعد كده، وهيتعقبهم محمد علي في فتح السودان. بالقضاء على المماليك يبقى محمد علي انفرد بحكم مصر انفراد تام، وبدأ يبني القوة الذاتية في النواحي الاقتصادية والإدارية والسياسية زي ما احنا هنشوف في الجزء الجاي. أهم حاجة لازم تعرفوها إنكم تقدروا تجيبوا كل إجابة من الكتاب وتعرفوا مكان الإجابة دي فين، وكمان تعرفوا معاني الكلمات كويس قوي، لأن اللي بيحط الامتحان بيشتغل على معاني الكلمات. لو انت عندك حصيلة كويسة من معاني الكلمات هقدر أعرف معنى أي سؤال وأقدر أطلع إجابته بمنتهى السهولة. بكده أنا خلصت الدرس بتاعنا. إذا عجبكم الدرس تعملوا اشتراك للقناة، وكمان تحطوا تعليق لو
حابين ان انا اعرف رايكم، يا ريت تحطوا تعليق تعرفوني رايكم، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد في القناه. ما ننساش نراجع كتير جدا، وكل كلمه في الدرس نقدر نطلع منها اسئله كتير جدا. بالتوفيق ان شاء الله. كانت معاكم مس حنان.